لو محتارة تعملي اكل ايه النهاردة، يبقى مفيش كده احلى ولا اجمل من وصفة البطاطس المحشية باللحمة. فعلا جميلة قوي وتغيير كده. وعملت برضو كده معاها الرز بالشعرية، طريقة سهلة جدا. تعالوا بقى كده نشوف عملناه ازاي. هبدأ بقى كده اول حاجة هعصج اللحمة. انا فرمة كده بصلاية كبيرة، فرم ناعم. هنزل بقى كده بقى في شوية زيت، وخليني اقلب بقى كده لحد ما البصلة تدبل. انا مش عايزاها تصفر معايا، البصلة دبلت معايا اهي. هنزل بقى كده بكمية اللحمة، هبدأ بقى اعصجها كده مع البصل. اللحمة اتشوحت معايا حلوة اهي. هحط بقى كده التوابل: ملح، بهارات مشكلة، كمون، جوز الطيب، رشة بسيطة خالص. هنزل بقى كده بالتوابل، تاخد كده تشويحة مع اللحمة، واقلب بقى كده. كده اللحمة اتشوحت اهي. هبدأ بقى كده انزل بالفلفل ده، انا فرماه برضو فرم ناعم كده في الكبة. هعدي عليها بقى واسيبها كده 5 دقايق تستوي برضو على نار هادية. اللحمة خلاص استوت اهي، وانا طفيت عليها وحطيتها كده في طبق واسع عشان برضو تبرد على ما اخلص. البطاطس انا قشرتها كده بقشرة البطاطس. هبدأ بقى كده اعملها برضو، هقورها بقى كده بالشكل ده. بسم الله. نقورها كده بالراحة، انا جايبة مقور تخين. بشيل حتة كده صغيرة من على الوش اهي، واقوم بقى مقورة كده. اقعد اقور كده بالراحة عشان برضو ما تنكسرش مني بالشكل ده. البطاطس اللي انا بحشيها بجيبها رفيعة، ما بجيبهاش تخينة عشان برضو تستوي بسرعة. اللي طلع من البطاطس ده انا مش برميه برضو. هبدأ بقى كده احط البشر البطاطس اللي طلع ده كده في ارضية الصينية، بيبقى جميل برضو. واحط كده عليه برضو شوية لحمة مفرومة بالشكل ده، وابدأ احشي بقى كده. بسم الله. كده بقى خلصت حشو البطاطس. هبدأ بقى اعمل الصلصة بتاعتها. حتى شوية زيت كده، هنزل بقى كده بثوم مفروم، واقلب بقى كده لحد ما الثوم يصفر معايا. كده الثوم اصفر اهو. هنزل بقى كده بالطماطم، هحط بقى كده التوابل: ملح، بهارات مشكلة، بابريكا، جوز الطيب، فلفل اسود، نص معلقة من السكر، مكعب كده من مرقة الدجاج. لو حابة تستغني عنه مفيش اي مشكلة، براحتك. واحط كده برضو معلقة من صلصة الطماطم، واسيبها كده بقى تاخد غلوة كده. وبعد كده نحطها على البطاطس. كده الصلصة خدت غلوة زي ما قلتلكوا. هحطها بقى كده على البطاطس. انا سبتها تبقى خفيفة شوية كده، لان لسه برضو هتستوي كده مع البطاطس، فمينفعش ان احنا نسبكها قوي برضو. هعلي عليها النار بقى وهسيبها كده تستوي. هعمل بقى كده شوية رز بشعرية. هنزل بالرز كده، واقعد اقلب بقى كده في الرز لحد ما يصفر معايا. كده خلاص الرز خد اللون الذهبي بالشكل ده. هنزل بقى كده بشويه من الشعريه. انا بكتر الشعريه شويه لان احنا بنحبها في الرز. واقعد اقلب بقى كده لحد ما الشعريه برضو تتحمر معايا. اكتر حاجه تليق كده مع البطاطس دي الرز بالشعريه، بتبقى برضو جميله، او ممكن رز ابيض برضو. هقلب بقى كده. هنزل بقى كده ببقيه الرز. حطيت كده الميه تغطي يا دوبك الرز بحاجه بسيطه. وحطيت برضو الملح، هغطي عليه بقى. واول ما يشرب الميه خالص هسيبه كده يستوي على نار هاديه خالص. كده البطاطس استوت اهي وطلعتها، حطيتها كده في صينيه بايركس زي دي. لو حابه بقى تحطي في المرحله دي، حابه تحطيها كده تحت الشوايه،
براحتك خالص. سبت برضو كده فيها شويه صلصه عشان برضو نبقى نحط كده على الرز، بتبقى جميله. انا مش بحبها ان هي تبقى ناشفه خالص كده، بالنسبه لي حلوه قوي. حابه تنشفها عن كده، مش عايزه يبقى فيها صلصه. ما تكتريش الصلصه في الاول زي ما انا حطيت. ان شاء الله طريقتها تعجبكم. ولو في رمضان كده حابه تعملي اكل مش تقليدي، يبقى احلى حاجه ان انت تعملي كده وصفه البطاطس المحشيه باللحمه دي. بتبقى جميله قوي، هتعجب الولاد ان شاء الله. كده بقى خلصت وصفتي النهارده. اتمنى يكون فيديو النهارده نال اعجابكم. ولو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد.